بيبدأ الفيلم في مدينة ميكال الفنلندية لما بنشوف أطفال أفارقة بياخدوا لقاح اسمه NH25، وبنشوف إيرولا وده مؤسس شركة الأدوية فالا، والمذيعة بتسأله هل مدينتي ميكال وفاركوس هيدعموا توزيع الأدوية؟ فبيقول لها وليه ما يدعموش؟ إحنا هنقدر نرفع صادرات فنلندا بالمليارات. وبنعرف إن منظمة الصحة العالمية رفضت توزيع اللقاح على الدول الأعضاء وتجربته فقط في أفريقيا. فبيقول إيرولا العالم هيكون أفضل من غير الصحفيين، وبيكون معاه ابنه روتيكا. وبنروح لشخص اسمه ريمي لما بتدخل بنته ومراته عليه وبيهنوه بعيد ميلاده، وبيكون معاهم بدلة هدية ليه، وكمان بيطلبوا منه يروحوا في رحلة سوا لحد ما بيجي الليل وبنشوف واحد اسمه كوريكا وهو معجون ضرب. فبيجي له روتيكا وبيسأله الفلوس فين، فبيقول له معرفش. وبنعرف ان المبلغ 2 مليون يورو، واللي بيضربه ده اسمه لاتاجا. فبيتعصب روتيكا وبيضربه بالمسدس في رجله، وبيخرج وبيقول الاتنين يخلوا بالهم منه، وبيركب العربية وبيمشي هو ولاتاجا. فبنروح لمخزن روتيكا وفيه رجالته وهما بيجهزوا عقار فالا. فبيدخل واحد فيهم بواحدة خاطفها، وبعد شوية بيتصل بيهم روتيكا وبيسأل كل حاجة بخير. في الوقت ده النور بيقطع وبيشتغل نور الطوارئ، فبيروح واحد علشان يشوف الكهرباء. فبيجيله شخص من وراه وبيلزقه في لوحة الكهرباء، وبيروح واحد تاني وبيشوفه. فبيقول لهم في شخص غريب هنا لحد ما بيتسحب هو كمان. كل ده وروتيكا على الخط سامع. وبعد شوية بينزل شخص مقنع قدامهم وبيفضل يضرب فيهم كلهم. فبيحط بنزين على الأوراق والبضاعة وبيحرقها. وبنشوف واحدة معاه وبتكون اسمها ميرلا. فبتقول له كل ده مش كفاية وشكلك خايف، يا إما تيجي تساعدني. بعد شوية بيوصل لاتاجا وروتيكا وبيشوفوا رجالته متعلقين قدامهم ومكتوب على ظهرهم اسم ريندل، ودي الحاجة اللي عملتها ميرلا. فبيسمعوا صوت وراهم فبيضربوا روتيكا بالنار، لكن بيكون عامل توصيل البيتزا اللي بيتقتل. وبيوصلوا الاتنين اللي اتكلفوا بكوريكا وبيقولوا له احنا وديناه المستشفى، لكن بيقول لهم انا كان قصدي تدفنوه. فبيقول له واحد انت قلت نهتم بيه، وده بيخليه يقوم وبيركب العربية. بنشوف كوريكا في المستشفى والدكاترة بتكون لحقته، وبعد شوية بيظهر ريندل عنده. فبنرجع شوية بالزمن لما ريمي بيكون قاعد مع كوريكا وبيقول ريمي انا مش هقدر اوافق على اقتراحك. وبنعرف ان المدير المالي البنك تريست ورفض الموافقة على اقتراح كوريكا للاستثمار في لقاح فالا الجديد. فبيخرج كوريكا وبيكلم ايرولا وبيحكي له على اللي عمله ريمي. فبيقول هو فاكر نفسه مهم لانه المدير المالي وبيقرر يرفضه. فبيقول انا اللي اترفدت، انا ما عملتش اي غلط وعليا التزامات بسبب اسرتي. فبيحاول يلاقي اي شغل تاني لكن كل ما كان بيرفض يشغله. فبيروح البيت وبيحكي لمراته اللي حصل، وبنعرف انه كان عاوز قرض بس البنك مش هيديله اي قروض. وبنرجع تاني لاتاجا وروتيكا وهم في المستشفى. فبيوصلوا لغرفة كوريكا لكنها بتكون فاضية. فبيهدد ممرضة وبيسألها على كوريكا، فبتقول له غادر المستشفى من شوية. وبنروح تاني الريندل وهو بيكون معلم على افراد العصابة بحرف اكس، وبيعلم كمان على كوريكا، وبتكون ميرلا معاه لحد تاني يوم. وبنروح للبنت اللي كانت مخطوفة وهي قاعدة مع الصحفية نينا اللي كانت مع ايرولا في اول الفيلم، وبتسألها الصناديق اللي كانت هناك كان فيها عقار فالا. فبتقول لها انا مش عارفة لاني ما شفتش، وبتطلب منها فلوس مقابل الاخبار لانها كانت هتتقتل. وبتحكي لها على الريندل اللي انقذها. وقبل ما بتخرج بتقول لها سمعت ان خلال الاسبوع ده هتغادر شحنة من فالا للمينا. وبنروح لايرولا وهو بيكلم شخص بيقول جه الوقت لتنفيذ الشحنة 221، ولو انتشرت ملفات عنها العملية هتتعرض للخطر. بعد شوية بيوصل روتيكا وبيشتكي من ريندل المقنع لانه بيعطلهم وانه عاوز شوية وقت وهيخلص عليه. لكن ايرولا بيقول له انت لا يعتمد عليك، وانا في سنك كان والدي مسلمني كل الشغل. فبيقول لصديقه مارسيلكا احنا هننقل كل حاجة النهاردة. لحد ما بيجي الليل وبنشوف عربية واقفة وبينزل واحد يقف بعيد لحد ما بيوصل له ريندل وبيضربه، وبنعرف انه من رجالة ايرولا. فبيروح باقي اصدقائه وبيلاقوه ميت. في الوقت ده بيهجم ريندل على واحد تاني وبيقتله، وكمان بيضرب الاخير، واللي بيفضل عايش منهم بتقتله مارلا. فبيروح ريندل ومعاه شنطة للعربية، وبتكون العربية فيها ملفات واوراق مهمة عن فالا وكمان فلوس كتير واسلحة. فبيخرج قنبلة وبيفكها وبيحطها في العربية وهو ماشي بنلاحظ وكأنه بيتصور، وبتكون اللي بتصوره هي نينا الصحفية. اما روتيكا بتجيله رسالة فيها اللي حصل وبيستغرب ان الشحنة 221 اتعرف طريقها. بيوصل وبيشوف العربية وهي مولعة ونينا لسه موجودة وبتصورهم. فبيقول لاتاجا في خاين بينا، وبيقول روتيكا لازم نحط حد للي بيحصل ده. وبنرجع شوية بالزمن لريمي وهو في حانة. فبيجيله كوريكا وبيعرض عليه شغل تاني وبيقول انا محتاج محاسب كويس زيك، وبيديله الكارت بتاعه لو وافق يكلمه. وبيكون الكارت عليه لوجو شركة الأدوية فالا. لحد ما بيجي تاني يوم ولاتاجا بيجمع مجموعة وبيقول لهم لو صندوق حصل له حاجة هتتحملوا مسؤوليته، وريمي بيكون واحد منهم. فبيقول لاتاجا ممنوع لمس العقار لأنه مش للأوروبيين البيض ومحدش يلمس حقنة واحدة. فبيجي كوريكا وبيوجههم لمكان العمل ما عدا ريمي. بيقول له انت عملك في مكان تاني أحسن.
المخزن. بيدخلوا المكان مليان أوراق وفواتير، ومهمته ترتيب الفواتير والوصولات الأكثر أهمية. بيبدأ ريمي يفحص الأوراق ويرتبها، وبتكون في أوراق فيها معادلات اللقاح وطريقة عمله. في نص اليوم بيمسك ريمي ملف، وبيكون في مجموعة أرقام زي الشحنة 221 والشحنة 320، وبيكون إيرولا شايفه في كاميرات المخزن، فبيشوفه وهو بياخد الملف معاه. بنرجع تاني للحاضر مع نينا، وهي بتدور على سجل إيرولا الإجرامي، وبتلاقي تهم على روتيكا ابنه بتجارة المخدرات. بنروح مرة تانية لمارلا وريندل، وهي بتقوله لازم نتحرك تاني. فبيروح الاتنين من رجالة إيرولا وبيضربهم، وبيظهر قدامه عربية عليها لوجو فالا. فبيفتح العربية وبيكون جواها كاميرا بتصوره، وبتكون العربية دي هي الشحنة 320، واللي قاعد على الكاميرا هو لوتيكا ولاتاجا. وبنعرف انه كمين لريندل، فبيتضرب عليه نار، وبتكون رجالة كتير بتحاول تقتله لحد ما بيوصلوا المخزن. فبيوجههم واحد لطرق مختلفة، فبيظهر ريندل قدام الاتنين الأغبياء وبيربطهم قدامه. فبيقولوا احنا بنعمل اللي بيقول لنا روتيكا عليه، وبيعرفوه نوع العربية اللي بيمشي بيها وشكله. فبيسيبهم ريندل وبيمشي، اما روتيكا بينزل هو ولاتاجا وبيروح للاتنين الأغبياء وبيقتلهم. بيوصل روتيكا عند إيرولا ومارسيلكا، فبيبدأ يهزقه لأنه معرفش يقتل ريندل، وبيقول له هتاخد دعم كبير علشان تقدر تقتله. فبيتصل بقسم الشرطة وبيقول ريديك، وبيروح شرطي المسجون خطير مربوط، فبياخده وبيروح للمكتب وبيقول عاوز التليفون. فبيحاول الشرطي يزعق له لأنه بيعلي صوته، لكنه بيقوم وبيقتله بحركة واحدة، وبياخد التليفون وبيسمع التعليمات من إيرولا. فبيتصل بكمان واحد شغال شيف واسمه ميكي، وكمان بيتصل بواحدة في مدينة هافانا في كوبا اسمها جوليا، وبيقول لها تحجز أقرب رحلة لميكيلي، وكمان بشخص تاني في روسيا اسمه جيمي، وآخر واحدة في سان فرانسيسكو في أمريكا اسمها ستاسي. بنرجع مرة تانية للماضي مع ريمي، وهو فاتح الملف قدامه في البيت، وفي صور للمجرمين اللي اتصل ريديك بيهم، وكمان صور للآثار الجانبية للقاح أو الحاجات اللي عملها في الأطفال الأفارقة. وبنروح للحاضر مع روتيكا لما بيوصل ريديك هو وكل المجموعة اللي جهزها، فبيحكي له عن ريندل واللي بيعمله، وكمان بيديهم صورة ليه. فبنروح لريندل وهو مع مارلا، وبيكون بيراقب روتيكا، فبتقول له بلاش تروح وراه لأنه فخ، بس مش بيسمع الكلام وبيروح لحد ما بيوصل لاتنين جيمي وميكي. فبتوصل له ستيسي وبتضربه، لكن بيقدر يضربها. في الوقت ده بيتضرب عليه نار من اللي تحت، وأول ما بينزل يستخبى بيلاقي جوليا قدامه بتضرب عليه نار، لكن بيقدر يهرب منها وكمان بيستخبى فيها. فبيقتلها جيمي بالغلط لحد ما بيوصل للشيف ميكي، وبيقدر يتفادى الفاس وبيقدر يضربه لحد ما بيقع على الأرض. في الوقت ده بيظهر قدامه ريديك وبيهدده، فبيشيل الفاس وبيحدفه في جسمه، وبيفك قنبلة وبيحطها على ميكي. فبيظهر قدامه جيمي، وبيكون قوي جدا لدرجة انه بيفضل يضربه وبيشيله اكتر من مرة وبيخبطه في ظهره. في الوقت ده بتوصل ستاسي، فبتضرب نار عشوائي وبتصيب جيمي وكمان ريندل، فبيقدر ريندل يهرب لحد ما بيظهر مرة تانية من وراها، وبتبدأ بينهم معركة بتنتهي لما بيقدر ريندل يخنقها لحد ما بتموت. كل ده بيكون شايفه روتيكا على الشاشة، وبيكون ريندل قدر يقتل كل رجالة ريديك ما عدا ريديك اللي بيكون عايش. فبيظهر ريندل بره وبيقع من كتر التعب. فبنرجع بالزمن شوية لما بينزل ريمي، وبيلاقي روتيكا ولاتاجا في البيت عنده ومثبتين بنته ومراته بالمسدسات. فبيروح وبيحاول يديهم الملف اللي سرقه، لكن لاتاجا بيضربه، وروتيكا بيخيره بين قتل مراته او بنته لحد ما بيقتل مراته وبيرجع يقتل بنته، وبيضربه لاتاجا بالعصاية. وبعد شوية بيفوق ريمي وهو متصف وشه، وبيشوف بنته المقتولة وكمان مراته. فبتيجي عينه على اسم ريندل، فبينزل لتحت وبيعمل عجين لسائل اسود وبيدهن بيه وشه المصاب لحد ما بيعمله قناع لازق في وشه، وكمان بيلبس البدلة اللي جابتها بنته ومراته. وبنرجع تاني للحاضر لما بيوصل ريندل لبيت ريمي، وبيكون ريمي هو نفسه ريندل وبينتقم لموت اسرته. فبتوصل له ميرلا وبتقول له انت مثير للشفقة، ازاي صدقت انك هتقدر تعملها؟ وبيبدأ يعالج نفسه. اما روتيكا بيروح لإيرولا، فبيبدأ يهزقه لانه بيدمر اسم العيلة. مش بيستحمل روتيكا كلامه، فبيرفع عليه مسدس، لكن بياخده إيرولا منه وبيضربه بيه على دماغه، وبيقول له انت لوثت اسم العيلة. فبيقوم مارسيلكا وبيقول لإيرولا انا استمتعت بالعمل معاك، لكن انت فاشل وحل مشاكلك بنفسك، وبيسيبه وبيمشي. بينزل روتيكا رجالته تحت، ومن كتر عصبيته بيقتل واحد لمجرد انه ساند على العربية. فبياخد جهاز الارسال وبيقول لكل الرجالة تتحرك على المصنع حالا. بيوصل ريندل لكوريكا اللي اتعافى من الاصابات، فبيقول له كوريكا دول 2 مليون كعلامة شكر على اللي عملته، لكن بيرجع يديله الفلوس تاني. فبيحذره كوريكا انه يبعد عن المصنع لانه سمع روتيكا وهو بيجمع كل الرجالة هناك. بتوصل كل الرجالة للمصنع، وبتظهر نينا وهي بتصورهم من بعيد لحد ما بيوصل لها واحد من الرجالة وبيمسكها، فبياخدها لتاجر روتيكا وبيبدأ يضربها روتيكا وبيأمر بربطها. اثناء ما في 2 بيراقبوا الوضع بيتسحب واحد فيهم، فبيقول لتاجا القاعة 6 مش بترد، وده بيخليه يقول لكل الرجالة تتحرك للقاعة 6.
بس بيقدر ريندل يقتلهم واحد ورا التاني، وبتكون مارلا معاه وبيكون قضى على كل الرجالة. في الوقت ده بيوصل ريندل للصحفية نينا وبيكون ريديك مستنيه، فبيرمي عليه فاس صغير لكن بيقدر يمسكه وبيضرب بيه الجنازير فبتتفك نينا، مش بتلحق تقوم بينهم معركة. وبيروح لعربية روتيكا وبيبوظ فيها قدامه، فبيظهر لتاجا وهو في ايده نفس العصاية اللي ضربوا بيها وبيبدأوا يضربوا في بعض. بيكون الضرب بينهم متبادل رغم ان لتاجا بيكون متفوق عنه، ده غير ان ريندل مرهق وده بيخليه يقدر يوقعه على الارض. في الوقت ده بتظهر ميرلا قدامهم وبيجي لتاجا من وراها وبيضربها بالسكينة، بس بيكون ريندل اللي اتضرب. وبيكون ريندل عنده انفصام في الشخصية ومارلا دي مجرد شخصية وهمية. بيجمع ريندل قوته وبيقدر يقوم قبل ما يقتله لتاجا وبيخبطه في دماغه، واخيرا بياخد العصاية وبيخبطها في دماغه. في الوقت ده بياخد روتيكا العربية وبيهرب، وبتروح الصحفية نينا الريندل وبتحاول تعالجه. اما ايرولا بيكلم الشخص المخفي تاني وبيسأله هل رجعت الملف، بيقول له لا وابني هيدير العمل من دلوقتي، وبيعتذر له على كل اللي حصل. في الوقت ده بيوصل روتيكا وبيمسك المسدس وبيقتل ايرولا ابوه، وبياخد الساعة اللي بتتورث لعيلته. فبيخرج مرة تانية للعربية وبيظهر قدامه ريندل، فبيخرج المسدس وبيضربه اكتر من رصاصة، لكن بسبب الدرع اللي لابسه مش بيتأثر. فبتبدأ بينهم معركة وبيكون ريندل مرهق بسبب الإصابات اللي عنده، وده بيخلي روتيكا يضربه اكتر من مرة لحد ما بيروح لشنطة العربية وبياخد بندقية، لكن لما بيرجع مش بيلاقيه مكانه. فبيوصل لشنطة العربية وبيقفلها على ايده وبيمسك اكتر من حقنة للقاح وبيحطهم كلهم في رقبته، وبيموت روتيكا اخيرا، وبكده يكون انتقم لموت بنته وكمان مراته. فبيظهر الشخص المخفي وبيقول ان روتيكا اتقتل عن طريق لقاح NH25، فبيقول لازم نبدأ المرحلة التانية وسيبولي ريندل وانا ههتم بيه. ولحد هنا بينتهي الجزء الاول.